التي بإمكانها أن تجعل منها وجهة سياحية بامتياز، غير أنها تبقى بحاجة للاهتمام والترويج. تفاصيل أكثر في تقرير لعرج بن رمضان. تزخر بلدية الكراكدة في ولاية البيض بعديد الأماكن السياحية والأثرية التي يعول عليها لتنشيط السياحة بالمنطقة، من أهمها الرسومات الصخرية وجبل الملح بأبعاده السياحية والاقتصادية، باعتباره يتوفر على ثروة كبيرة من مادة الملح. عندنا مناطق سياحية تزخر بها المنطقة كالمكتوبة والقصر القديم، كذلك منها جبل الملح الذي هو منطقة سياحية بامتياز واقتصادية في نفس الوقت. نتمنى كان يستغل ولا يكون استثمار يكون أحسن. جبل الملح هذا فيه ثروة كبيرة، من بينها الملح هذا كانوا قاع جدودنا زمان يستعملوه وصالح يعني المواد الطبية مثل السيروم إلى آخره، وكذلك هذا كان يكون مستثمر مصنع هنايا يقضي على البطالة في بلدية الكراكدة. حقيقة أول مرة نجي لهذه الرسومات الحجرية. ولاية البيض بها عدة أماكن أثرية، ماذا بينا يتوج بفتح تخصص علم الآثار بالمركز الجامعي باه يكون اهتمام واسع بهذه الأماكن الأثرية. القصر القديم بالكراكدة معلم أثري ووجهة سياحية تحاكي جدرانه نمط عيش الإنسان قديما وسط مظاهر الإهمال والنسيان، فحتى تاريخه بعيد عن الدراسة والتوثيق حسب أهل المنطقة. ما حكاو لينا جدود تاعي راه قديم بزاف، وكون في لا ما حكاو لي انايا عنده 3 قرون. قصر راه قديم ومنسي من ناحيه الترميم، من ناحيه الدراسه. المعلومات اللي نسمعوها من اجدادنا يقول لك في 3 قرون، في 4، ولكن احنا نطلبوا ان شاء الله من أستاذ التاريخ هذو يجوا يديروا لنا تاريخ القصر هذا، دراسه للتاريخ القصر هذا. مقومات سياحية وأثرية متنوعة تبقى بحاجة للاهتمام والترويج لإثراء المسارات السياحية بالولاية وجعلها قبلة للزوار ببلدية الكراكدة. فصل وننتقل للموعد.